السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ النادي الأهلي لعب أول ماتش ودي ليه في أسبانيا مع نادي اسمه بدالونا الأسباني، أنا مش عارف بنطق الاسم صح ولا غلط. المهم، كسب 3-0. أحرز الأهداف علي محمود وأقطاي عبد الله وأحمد سيد زيزو. آه، طبعا ماتش ودي والفرقة نفسها احنا ما نعرفهاش أصلا ولا سمعنا عنها قبل كده يعني، بس الفكرة كلها إن هو بيجرب اللعيبة، والتشكيل اللي نزل فيه تغييرات كتير جدا، وفي لعيبه مريحه برضو من الاساسيين، ودخل لعيبه على لعيبه في الماتش. الفكره كلها في حاجه، انا مبسوط لان هو قافل على الفرقه اصلا. يا جماعه هتقول لي ليه مبسوط؟ اقول لك يا معلم عشان الفرقه تركز وما يبقاش حاسين بضغط في المطوشه دي ان هي مذاعه، فكل واحد يحط على نفسه ضغط. لا، هما لازم يركزوا ولازم يفهموا ان لا، انت مقفول عليك عشان تستعد الموسم قوي جاي، تبقى مستعد ليه بشكل كامل بنسبة 95% او 100%. وفي نفس الوقت كونه ان هو قافل على الفرقة، المدرب حسين عموطة مدربنا المغربي، ان ما فيش ضغط على اللعيبة في ماتش ودي. ده لعيب غلط ضيع جون، لعيب في الدفاع غلط دخل فينا جون، حارس مرمى معرفش يشيل كورة، ايه. لا، انتوا بتتمرنوا وبتلعبوا وما عليكوش اي ضغط. ما عليكوش اي ضغط، ومحدش هيحكم على صفقة من الصفقات الجديدة الا لما الموسم يبتدي، او بمعنى اصح هنشوف ان شاء الله الفرقة يوم 19 قدام برشلونة في كاس خوان جمبر. هو ده اللي احنا هنشوفه. فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله النجاح لمدربنا الجديد حسين عموتة، ونتمنى الصفقات الجديدة تبان كويس. ما تنسوناش يا جماعة باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الجميل، وبرضه ما تنسوش صلوا على النبي. سلام عليكم.